السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. معاكم سلوى الصديق لفرش العرايس. قبل ما نبتدي الفيديو ريت نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معانا النهارده شقة عروسة جديدة، يا رب شغل فيها يعجبكم. من بداية شقة عروستنا كده نقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم بارك للعروسين يا رب، ربنا يهنيهم ويسعدهم ويرزقهم الذرية الصالحة، آمين يا رب العالمين. شقة عروستنا النهاردة في مدينة دمياط الجديدة. بسم الله ما شاء الله. الريسبشن كده بتاعها اللهم بارك، كان مكون من 2 نيش والسفرة والبوفيه والجزامة. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. العفش بتاعها كان لونه جديد كده ومميز. يا رب يسعدها يا رب يهنيها. احنا مفنشناش الشقة، كان ناقصها شوية حاجات زي ما حضراتكم شايفين. والشقة فيها مفاجأة. هنشوفها مع بعض دلوقتي واقول لكم ايه سببها. بس نقول بس كده بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حط لها كده على البوفيه شايلة كحك ومبخرة. حطت لها الرنر كده على السفرة. كان بس فاضل كراسي السفرة كانت تحت، وطبعا ما كانش معانا رجالة ان هم يطلعوهم. هنا حطينا لها الكولدير بتاعها كده جنب النيش. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ممكن نظرة كده على الريسبشن. قبل بقى ما ندخل في التفاصيل، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان كل الاشياء الجديدة ان شاء الله لما تنزل يجيلكوا اشعار بيها. ان شاء الله معانا فيديوهات وموسم قوي. ادعوا لعرايسنا بالهنا والسعادة، وربنا يبارك لهم في حاجتهم يا رب، اللهم امين. هنا القطعتين النيش كده بسم الله ما شاء الله. عملت لها قطعة سيلفر وقطعة جولد، هنشوفهم دلوقتي. بس نشوف الانتريه بتاعها بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. كان برضو مميز وكان نفس الالوان. 2 فوتيه كده باللون الرمادي والاتنين الكنبة باللون الاوفايت. اللهم بارك. كانوا عاملين بقى ماتشنج في الكوشن بتاعتها. ما شاء الله لا قوة الا بالله. حطينا لها زرع كده بين الكرسيين، حطيناهم في الجزء ده. ما شاء الله لا قوة الا بالله. حطينا الباسكت جنبهم كده. ودي كانت الترابيزة بتاعت الشاشة. ترابيزة الانتريه كانت تحت السفرة، بتبان في التصوير. هي ستانلس كده، كانت محطوطة تحت السفرة يعني مؤقتا. تعالوا بقى نشوف محتويات الأنياش مع بعض ونقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم بارك. عملت لها الجزء ده جولد. عروستنا النهاردة ما كانتش حابة المفارش، وكان ذوقها عالي بسم الله ما شاء الله. عملت لها بقى الجزء ده من فوق كده، حطيت لها قارورة جولد، ومعاها بقى بعض الكاسات الار سي ار، وعلى الجنبين كده طقم كاسات فيه جولد. ايه رأيكم كده في راس الرف ده؟ بسم الله ما شاء الله. عملت لها طقم الشاي والجاتو كان برضو فيه جولد كده، وعملت لها بقى من تحت الطقم الصيني وزعته على رفين. كان برضو لايق مع الطقم كده بسم الله ما شاء الله. طقم الشاي والجاتو بتاعها كان قمر قوي قمر. ربنا يسعدها يا رب ويهنيها وتسلم ذوق مامة العروسة القمر ومرات خالها. ربنا يبارك فيهم يا رب. من احسن الشخصيات اللي انا قابلتها بجد. ربنا يبارك لهم واشوفهم ان شاء الله دايما على خير ودايما في الفرح يا رب، اللهم امين. هنا بقى الجزء التاني. تعالوا نشوف احنا عملناه كله سيلفرات. عملناه بقى ما شاء الله لا قوة الا بالله رفين اللي فوق كده كريستال زي ما حضراتكم شايفين كده. عملت لها 2 قارورة سيلفر، وفي النص برضو طقم كاسات ار سي ار فصلنا بيه، وعلى الجنبين طقم كاسات. ما شاء الله. عملت لها من تحت طقم الخشاف في النص كده، وطقمين كاسات كده على الجنب، وبرضو يعني كذا طقم كاسات ما شاء الله في الرف. عملت لها من تحت طقمين أكروبال في الرفين اللي تحت. اللهم بارك. تعالوا نشوف بقى المفاجأة بتاعتنا، حاجة المطبخ في البوفيه. حطت لها الكيتشن ماشين الكامل بتاعها كده، وحطت لها من تحت طقم جرانيت وبعض الصواني والمقالي استعملها، لأن المطبخ بتاعها ما كانش ركب ومش هيركب، لأن يعني الشقة كانت مؤقتة لحد ما تروح بيتها، كان لسه بيجهز يعني. حط لها هنا كاسات استعملها.
عشان تبقى جنب ايديها. ومن تحت بقى معالق وطقم كنك بورسلين بايركس، وطقم برضو حلل صاج. يعني بعض الحاجات اللي هي تستعملها وحطينا لها في المطبخ. يعني كان فيه اللي هو الرشاقة جزء بسيط كده، حطيت لها فيه بقى طقم عشا وكوبايات وكلام من ده وكان برضو في تيربو وزعنا لها فيه، يعني عملنا لها فيه أدراج للرفايع. يعني حاجات لاستعمالها بسيطة كده، لحد ما إن شاء الله تتنقل في بيتها على خير بإذن الله، ونرص لها كل حاجتها. يعني كل حاجة نزلناها تحت، كان في مكان تحت. ربنا يا رب يسعدها ويهنيها. ونفس الفكرة برضه عملناها هنا في غرفة الأطفال، بسم الله ما شاء الله. غرفة الأطفال برضه كانت الألوان السائدة كلها كانت باللون الرمادي كده، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان لون جديد. برضه هم ما فتحوش المفروشات بتاعتها، برضه قالوا يعني لما تروح شقتها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حطينا لها الحاجات الكبيرة فوق. ومن تحت برضه فتحت لها بقى ملايات أطفال وكبير، وجزء من الفوط عملته لها في رف واحد يعني هنا استعمالها بس. والباقي كله اتشال بكراتينه في قلب الدولاب. ما شاء الله الدولاب كان مساحته حلوة، اللهم بارك. دي غرفة النوم بقى، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا رب يسعدها ويهنيها وتدوب حاجتها في الهنا والبركة والسعادة، وتروح بيتها إن شاء الله على خير. وبرضه نصوره لكم بإذن الله. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دي كده غرفة النوم، كانت الغرفة الوحيدة المختلفة كانت باللون الأبيض. وزعت لها الشنط والكراسات بتاعتها كده في الضرفة دي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا عملنا لها الرفين دول لبس الشتوي بتاعها، ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده. ومن تحت اللبس الخاص بتاعها متعلق. والضرفة اللي في النص بقى عملنا لها باقي اللبس البيتي، من فوق شتوي ومن تحت كده اللبس الصيفي بتاعها، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. حتى من تحت كده كان في مكان صغير استغلناه في السليبرات اللي هو البيتي. والضرفة التانية بقى كان لبس الخروج بتاعها ولبس العريس. لو عجبكم شغل في شقة عروستنا هو فيديو صغير كده، ادعوا لي دعوة حلوة من القلب في الكومنتات، وادعوا لعروستنا بالبركة والهنا والسعادة. وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة وتشيروا الفيديو كتير كتير. واللي مش مشتركة تعمل اشتراك من الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو، علشان إن شاء الله يجيلك إشعارات بكل جديد. وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.